فبسلم عليكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا مبسوطين وحياتنا وحياتكم دايما تكون سعيدة بإذن الله. بص بقى الجمال بتاعنا النهاردة ما حصلش. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة من قلبك لاخواتنا، ويلا بينا علشان ما اطولش عليكم اقول لكم بقى طريقة الاكل الخطير ده انا عملتها ازاي. اول حاجة عملتها حطيت حلة على النار وفيها معلقتين من الزيت. هستنى بقى الزيت يسخن حلو قوي، وبعد كده عندي تقريبا كده يعني 3 معالق كبار من الدهنة. قطعتها اللي هي الدهنة الحيواني، يعني قطعتها قطع صغيرة بالشكل ده وحطيتها على الزيت. هستنى بقى الدهنة دي تنزل الدهون اللي فيها مع رشة ملح خفيفة، وهقلبها بقى من وقت للتاني. بعد ما قطع الدهنة كده سلسلت او نزلت الدهون اللي فيها، هضيف عليها معلقتين كبار من السكر، وهقلب بقى السكر من وقت للتاني حباية كراميل شوية. هو بدأ السكر يسح هنا وياخد الكرملة الخفيفة، لا يعني قرصي عليه شوية في الكرملة، خليه ياخد لون زي ما انت شايفة كده، اللي هو اللون البني. بعد كده بقى معايا كمية بصل حلوة قوي، معايا كيلو الا ربع من البصل. ايوه معلش، الوصفة بتاعتنا علشان خاطر تطلع مظبوطة لازم نعملها بمقادير مظبوطة. البصل بتاعنا غسلاه طبعا كويس ومقطعاه شرايح صغيرة بالشكل ده كده. هقلب بقى البصل من وقت للتاني، وفيدة السكر هنا هيدي للبصلة لون، وكمان يديها كرملة حلوة قوي، وطبعا هتفرق جدا جدا في طعم الطاجن اللي هنعمله. حطي بقى شوية ملح كده، يعني معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الكباب الصيني، ورشة بسيطة من البابريكا. وهي دي كل التوابل اللي هستخدمها. الوصفة النهاردة مش معتمدة على التوابل بتاتا، هي معتمدة على الطريقة. يا سيدي بقى على الروايح، ريحة البصلة المتكرملة دي مع شوية المكونات يا سيدي صحيح. بعد كده البصلة دبلت، هتلاقي البصلة كده كشت كده واخدت وضع الانكماش زي ما انتم شايفين ودبلت. معايا بقى كيلو من اللحمة مقطعاه مكعبات صغيرة، اي قطعية حطيها قد تقليب، معلش الوصفة مكلفة بس تستاهل. قلبي بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه، وهنسيب اللحمة كده تاخد وتدي مع البصل شوية، يعني تشرب بقى كده من طعم البصل شوية، وتكون معانا بالشكل ده كده. هتلاقي بقى البصلة ما شاء الله هنا دبلت خالص. بعد كده معايا حبيتين فلفل كده اخضر، مش حامي قوي، لكن بالنسبة للاحمر بصراحة كان جبار. فالوصفة بتاعتنا كانت حراقة النهاردة يا جماعة. طبعا لو بتحبوش الاكل بتاعكم حامي تقدري تستغني عن الشطة وتحطي فلفل. قلبت بقى وسبتها كده دقيقتين مع بعض. بعد كده معايا حبيتين كبار من الطماطم بشرتهم، واخدت اللحم بتاعهم بس ضفته على اللحمة. نقلبها بقى شوية كده، ولك أن تتخيلي الريحة في المطبخ عاملة ازاي. وكان عندي بقى مية بتغلي. أول ما كل المكونات خدت ودت مع بعض كده 10 دقايق كده على نار عالية، ضفت كوباية ونص من المية المغلية، يعني من الآخر غطيت قطع اللحمة بالمية المغلية. نظبط بقى الملح بتاعنا ونقلبها شوية وغطى عليها. وبعد ساعة بالظبط تعالوا بقى نشوف اللحمة بتاعتنا بقت عاملة ازاي. خلاص ما شاء الله دخلت في السوق اصلا. قطعت 3 حبات جزر وحطيتهم على اللحمة. زودي بقى الكمية بأي خضار انت حباها، ممكن تضيفي خضار وممكن تسيبها لحمة بس. كمان قطعت 3 حبات من البطاطس مكعبات بالشكل ده. عايزة اقولك الخضار اللي هتحطيه على اللحمة اللي بالطريقة دي هتاكليه قبل اللحمة من حلاوة طعمه. هغطي على الخضار واللحمه. هجيب بقى الطاجن، اي طاجن، لو ما عندكيش طاجن استخدمي اي صينيه. هبدا بقى ان انا احط فيها اللحمه بالبصل. مش قادره اقول لكم قد ايه يا جماعه ريحتها تجوع بجد كده، ريحتها تشوقك ان انت تاكلي يعني. فهحط بقى كل الكميه في الطاجن بالشكل ده. وطبعا كنت مولعه الفرن بتاع البوتاجاز يسخن على اعلى درجه حراره. وهجيب الرغيف الكبير اللي هو ربع العجينه، هبدا ان انا افرده على الطاجن واقفل كويس جدا. ما تغطيش بقى بورق حريري، ده احنا هنغطي برغيف عيش، ورغيف العيش ده طعمه لوحده هيكون لذيذ جدا. بالسكينه بقى هاخد العجينه الزياده وهلمها. بعد كده بقى هجيب بيضة عليها رشة بسيطة من القهوة سريحة الذوبان ورشة خل، وهقلبهم في بعضهم كويس جدا. وهغطي بقى العجينة بالخليط ده. محتاجة بقى لون كويس وتدينا لمعة حلوة. رشة سمسم ورشة حبة البركة. والطاجن بالعجينه الجميله ده هيدخل الفرن على اعلى درجه حراره، يعني درجه حراره 220. ده بقى بص كده على العجينه هنا بدات تتلون كده وانتفخت وبقت ايه خطيره. تعالي بقى شوف الطاجن بعد ما خلاص اخد اللون اللي احنا عايزينه. ولو حابه تغمقيه شويه عن كده اللي يريحك. تعالي بقى اما اوريكي السحر اللي جوه. بجد يا جماعه
بصوا، يعني الوصفة دي مش أول مرة أعملها، بس بصراحة ما ببطلش أعملها طالما عندي لحمة، يعني بفضل الله ربنا يزيدنا وإياكم. تعالي بقى هات حتة عيش وغمسيها كده، الصوص لوحده يا جماعة حكاية حكاية يا ولاد. بصوا بقى، يا نهار أبيض. جربوا الوصفة وقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. مستنية تطبيقاتكم، وبألف هنا وشفاء اللي هيجرب، ومع السلامة.